صحة فطوركم وصحة سحوركم، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. سمحوا لي طولت عليكم، ولكن جيتكم بفيديو مختلف ان شاء الله يا ربي يعجبكم وتستفادوا منه. حبيت لهنايا نشارك معكم سحورنا لنهار اليوم، كيفاش نسحروا كل مره كيفاش، ولكن الاكثريه احنا كجزائريين نسحروا بالمسفوف وبالرايب. انا غير حنوري لكم لهنايا واش وجدت للسحور، ولكن قبلها نقول لكم حبايبي اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم وعجبكم المحتوى تاع القناه، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش هذا يوصلكم كل جديد راح انزلو. ويلا نبداو تحضير السحور مع بعضنا. وبسم الله على بركة الله يلا نحطوا السحور مع بعضنا. ولكن قبلها حبيت نقول لكم باللي السحور عنده جانب ايجابي كبير للانسان، سواء في الصيام تاعو في الهضم. حتى الانسان كيكون ينوض يسحر ويعاود يرقد وينوض يكون له الجسم تاعو مرتاح ويكون الهضم تاعو سليم وما يجوعش في النهار كل. يعني شوفوا ربي سبحانه لما دار لنا الصيام رسولنا الكريم بكرمه طلب لنا يكون فيها سحور للانسان. شوفوا ذاك العطف وذاك الكرم ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. يعني ما شاء الله عندنا اسلامنا يعني كله يعني طيبه ويخموا فينا يعني كل حاجه. ولكن حبيت نقول لكم استغلوا الفرصه لهنايا تاع السحور، نوضوا ساعه من قبل. انا نحب نوض ساعه من قبل نصحصحوا هكذايا، نصبغوا الوضوء نصلوا ركعتين وتعتبر لنا قيام ليل. نهزوا شويه المصحف على الاقل ورقه ولا زوج، وبعدها نحضروا سحورنا كل يوم كيفاش يكون. من ذاك لهنايا واش بقالنا من الفطور، ومن ذاك نديروا هكذا حاجه للسحور. يلا مع بعضنا نوجدوا سحور تاع نهار اليوم، وبسم الله يا ربي وشكون توجد وهذا الشيء المكتوب. وحنايا كشعب جزائري لا قلنا سحور نقولوا المسفوف. شوفوا ما شاء الله كيفاش راه مسمغ وراه دافي يهبل. لهنايا لازم يكون فيه لهنايا رايب ولا لبن مع شويه دلاع، هذا يكون سحور ما شاء الله. وكل واحد واش يحب يزيد كل واحد واش يحب ينقص، المهم البركه تاع السحور. انا نحب دائما نسحر لهنايا بالفاكهه باش نتشبع من السكر اللي فيها ويكون الجسم تاعي مليان طاقه ونقدر نكمل نهاري. يعني باش ما نكثروش السكريات نستغلوها لهنايا في الفاكهه، وكل واحد كيفاش يحب. الوغ بعد المسفوف وشويه دلاع لهنايا مع شويه اللبن. دوك انا نوريكم هنا الرايب كيفاش راهو. شوفوا ما شاء الله هكذا يديروا فيها كاس بارد لهنايا مع الدلاع يكون بارد، ومسفوف يكون شويه دافي وشويه فاكهه. والله الحمد لله واللهم دمها نعمه يا رب. ولكن راح نكملوا سحور مع بعضنا. وانا ما نكذبش عليكم، ما نحب اللبن ما نحب الرايب، كل واحد كيفاش. الوغ لهنايا نحب نجيب هذا لايوت، هذا ما فيهش السكر ومليح لهنايا يساعدني في السحور. يعني حاجه خفيفه وبنينه وفيها لهنايا الفاكهه كل مره كيفاش. من داك هكذا نقلبو، من داك نحب ناكلو هكذايا حاجه خفيفه تكل مليح مع المسفوف. نصيحه يعني اللي ما يحبوش لهنا كيما انايا اللبن والرايب الوغ يديروا لهنا هذا لايوت بزاف مليح وما فيهاش السكر. واذا قلنا فلو نقولوا فلو نوارا. احنا بزاف مشهور عندنا فلو نوارا ومليح خاصه بالشيكولا نحبوه بزاف هكذايا. سورتو لما سهرناش والله نلمو كل حاجه في السحور وناكلوها مع بعضها. الوغ لهنايا قلب اللوز وبقلاوه شويه باتيسري، يعني شويه شويه من كل حاجه، ما ناكلوش كل حاجه ولكن كل واحد واش يحب ياكل. من ذاك نوض مع ناديليان تقول لي راح نصوم، ودا من هذاك تصوم لي ساعه ساعتين تقول لي خلاص اعيت. ولكن نحب لهنا نعيشها اجواء تاع رمضان واش فيه سحور لهنايا صلاة قرآن كل حاجة تعيش منهم شوية باش هي ثاني تحسن لهنايا بالرمضان الكريم. الوغ لهنا كيما راكم تشوفوا هنايا قلب اللوز لهنايا بنوتيلا وشويه بقلاوه باتيسري، هذا جاي منوع بالفاكهه انايا عجبني بزاف. من دوك حاجه هنا قيس قيس حاجه خفيفه. الوغ مازال لهنايا سحورنا. نحبوا دائما تكون حاضره المكسرات اللي هنا معنا في السحور، نحبوها انا والزوج الكريم ربي يحفظه ان شاء الله. الوغ ما بليش مع هذه المكسرات، المهم ما فيهاش السكر وحبينا نجيبوها لهنايا. والله غير قال لي وسمها ونسيتها. المهم شوفوا بزاف بنينه انا عجبتني تكسر هكذايا وتتكل. شوفوا هنا جايه شويه ثقيله التكسيره تاعها، نفتحوها لهنايا وناكلوها. ما ناكلوش منها بزاف صراحه ماناش مالفين بها. المهم الزوج حبها كي عشان ما فيهاش السكر باش نحافظوا شويه على جسمنا. الوغ ومازال مكملين لهنايا في سحورنا. وشوفوا لي الحلقوم بالشيكولا يا خويا يا خويا، انا بزاف يعجبني ونحب كل يوم كنهز منه حبه. شوفوا كي راه معسل يسايح لهنايا ومغمور بالشيكولا. يعني من ذاك شوفوا ناكلو حبه من ذاك لا يعني مي هكا نحبوا ناكلو حتى حاجه حلوه. سورتو كيما ناش نكثروا قلت لكم بزاف حوايج ناكلو فيهم ما فيهمش السكر.
وشوفوا لي لهنايا بدا يبان لهنايا السحور تاعنا، وما زالت غير حاجه خفيفه ونقول لكم صحه اسحاركم. ولهنايا نحبوا بعد السحور نشربوا قهوه. انا نحب بزاف نقعد راسي بالقهوه بعد ما ناكل لهنايا، نشرب كاس تاع قهوه ونرقد. راجلي يقول لي ما نقدرش نرقد بعد القهوه، ولكن انا ما نكذبش عليكم، نحب بعد الفطور وبعد السحور كاس تاع قهوه مر ما شاء الله يخليك ديما فاطمه ومصحصحه، كل واحد كيفاش يشوفها. الوغ من داك الزوج الكريم هكذا يشرب شويه حليب، ولكن انا القهوه لازم تكون حاضره في السحور. الوغ لهنا يزيد لي النص في الطابله، كل واحد كيفاش يحبها، ولكن انا نقول لكم قهوه السحور والله ما كاين كيفها. حطيت لهنايا سيرفيس، اللي حاب يشرب قهوه واللي حاب يشرب حليب. المهم كي نقعد ما نوضش، لازم حتى نشبع لهنايا ونقعد راسي من كل حاجه ونوض فرد مره. المهم لهنايا قلت لكم نشرب القهوه، والزوج الكريم ربي يحفظه يشرب الحليب. هاي لكم لهنايا، ولازم تكون حاضره الماء، لازم نشربوا الماء ونشبعوا الجسم تاعنا لهنايا باش يكون السحور تاعنا كامل ومتكامل. نمسحوا رواحنا ونوضوا ونصليو صلاتنا وربي يتقبل منا ومنكم. المهم صحاباتي، المهم حبيباتي، هذا هو سحورنا لنهار اليوم. نتمنى انه يعجبكم، وكل مره كيفاش يكون قلت لكم اهم حاجه الحمد لله على نعمه الاسلام، والحمد لله على سحورنا تاع اليوم. كل مره نحمد ربي على الشيء الكبير والشيء القليل. وكما راكم تشوفوا هذا هو الوغ المسفوف، شوفوا ما شاء الله، والرايب هاوليكم الرايب مع شويه دلع، نحبو بزاف يكون بارد. المهم كما قلت لكم مع شويه مكسرات وفاكهه لهنايا وقهوه حليب وفلون لهنايا. والحمد لله يا ربي على نعمه الاسلام، والحمد لله يا ربي على السحور تاعنا اليوم. الحمد لله على الشيء القليل وعلى الشيء الكثير، الحمد لله على كل نعمه عطاها ربي. ربي يتقبل منا ومنكم يا رب الصيام والقيام وصالح الاعمال. نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم وصحه اسحاركم. وهذا هو سحورنا لنهار اليوم. ومبقى لي غير نقول لكم نتهلاو في رواحكم ونتهلاو في الناس اللي تحبوهم، وان شاء الله يا ربي يتقبل منا يا رب الصيام والقيام وصالح الاعمال. حبيت نقول لكم باللي رمضان راه يروح ويرجع، وحنايا كي يرجع رمضان نكونوا كاينين ولا لا. ان شاء الله يا ربي يهدينا ويهديكم. ونقول لكم لاخر مره صحه سحوركم. تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، راح يكون فيديو اجمل باذن الله في ظروف افضل. ما بقى لي غير نقول لكم في الملتقى ان شاء الله، ونقول لكم حبايبي سلام.